أنجح وصفة لخبز الشوفان. أول شي رح أحتاج كوباية مي دافية مع معلقة كبيرة خميرة ومعلقة كبيرة عسل، أخلطهم مع بعض وخليها على جنب. رح أستخدم كوبين ونص من الشوفان لهاي الوصفة، رح أخذ منهم كوب ونص رح أحطه بجاط وأنزل عليه البذور المتوفرة بالبيت. أنا استخدمت حبة البركة، بذور الشيا، وبذور اليقطين، رشة ملح، ورح أخلطهم كلهم مع بعض. بعدين حنزل المي الدافية مع الخميرة والعسل، معلقة كبيرة من اللبن الرايب، رح أخلطها كتير منيح وهيك قوام العجينة رح يكون. غطيها وخليها ترتاح مدة نص ساعة. بعد ما تخمرت شوفوا كيف قوام العجينة صار أتقل شوي. أبلش أضيف كوب طحين الشوفان بالتدريج، رح أضيف آخر شي معلقة من زيت الزيتون ورح أعجنها. وشوفوا كيف صارت معي عجينة كتير حلوة وما بتلزق. وحطها على المقلاية، أول شي على حرارة عالية لتحمى المقلاية، بعدين بحطها على الوسط وببدأ أخبز.